سلام حبايبي، معاكم سامح من فلوريدا واهلا بيكم في قناتي عيش امريكا. والنهارده هنعمل فيديو جديد مدته من 10 ل 12 دقيقة عن جريمة من اغرب الجرائم اللي في المجتمع الامريكي حصلت اليومين دول، وهي حوار بين الناس كلها وكل السوشيال ميديا وكل وسائل الاعلام بتتكلم عنها. والغريب هو موقف الشعب الامريكي من القاتل والمقتول. في الأول حاجة قبل ما أخش في الموضوع، ما تنسونيش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، فعل الجرس، اشترك في القناة، سيبوا تعليقاتكم مهمة جدا بالنسبة لي، بقراها كلها وساعدني في نشر القناة بدوس اللايك. نخش بقى في أول حاجة هتشوفوها على الشاشة قدامكم دلوقتي. أول حاجة هتشوفوها على الشاشة قدامكم حالا هي صورة للقاتل لابس جاكيت اخضر في ناحية الشمال من الصورة، وفي اللي قدامه ماشي واحد لابس بدلة، ده الضحية او اللي اتقتل. مين اللي لابس اخضر ده شاب امريكاني من اصول ايطالية، لكن هو معاه الجنسية الامريكية، مولود هنا، اسمه لويجي مانجيوني. ده شاب شغال مهندس برمجيات. والضحية اللي اتقتل اللي هو قدامه كان لابس البدلة في الصورة، ده اسمه براين تومسون. براين تومسون السي اي او لشركة من أكبر شركات التأمين الصحي في أمريكا، اسمها يونايتد هيلث كير جروب. الشركة دي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 500 مليار دولار، نص تريليون دولار يعني. فشركة من أكبر شركات التأمين الصحي في أمريكا. والولد اللي هو مهندس البرمجيات لويجي قتل براين تومسون، وهو ما يعرفوش معرفة شخصية، مفيش بينهم طار شخصي أو في خلاف شخصي ما بينهم. طب اللي أنا حكيت لكم في الأول دي الأحداث اللي بتاعت حادثة القتل. ليه غريبة لسه مش هيبان دلوقتي. كمان هيتبان لكم دلوقتي على الشاشة صورة براين تومسون، وصورة اللي هو براين تومسون الضحية، وصورة لويجي اللي هو القاتل. لويجي ساكن في بنسلفانيا، واتنقل من بنسلفانيا لنيويورك مكان ما قتل براين تومسون في اتوبيس نقل عام اسمه جراي هاوند. ده اتوبيس بين الناس، بين المحافظات او بين الولايات. فهنا ما راحش بعربيته واشترى التذكرة بفلوس كاش، ما دفعش كريدت عشان ما يتمش تعقبه خالص، فلا راح بعربيته ولا اشترى بكريدت كارد عشان حد يتعقبه. يعني معنى كده ان هو ما كانش عاوز حد يقبض عليه او يمسكه. كمان هتشوف على الشاشة دلوقتي استخدم اي دي مزورة، دي مش حقيقية، ودي لوحدها قضية خطيرة في امريكا هنا، والسجن يوصل فيها لكذا سنة ان تستخدم هوية مزورة. فاستخدم هوية مزورة، وكمان دي تدل ان هو ما كانش عاوز يتمسك، يعني ما كانش قاصد يبقى بطل قومي ولا حاجة زي ما تحول لبعدين. اخر حاجة احب اقولها، السلاح اللي استخدمه في ضرب النار، المسدس اللي في ايده برضو ما اشتروش من محل اسلحة، عشان ما بقاش في رخصة واسمه عليه واشتراه منين وحط الكريدت كارد بتاعه يعرفوا يوصلوا له. هو السلاح اللي معاه عمله عن طريق 3D برينتر. البرينتر اللي هو بتصنع عن طريقه حاجة. طبعا كلنا عارفين البرينتر اللي بيطبع الورق، لكن ده برينتر ممكن اصنع منه اجهزة، واسمه 3D برينتر، وبدأ ينتشر في العالم كله دلوقتي. فهو عمل السلاح بتاعه عن طريق ال 3D برينتر عشان برضه ما يتمش تعقبه. ليه بأكد على الكلام ده كله؟ عشان ما حدش يفتكر انه عمل الحادثة دي عشان هو كان قاصد يبقى بطل قومي، زي ما في بعض الناس مأيدينه وشايفينه كبطل قومي. ايه بقى القصة؟ القصة ان الولد ده قتل السي او براين تومسون، وكان الغرض من هنا ان شركات التأمين الصحي في امريكا هو كده بيعبر عن غضب الشعب الامريكي من شركات التأمين الصحي في امريكا. بعض الشركات للأسف
بلاي تريك مع الناس المرضى، بيدفعوا الاشتراكات، ويجي وقت ما يحتاج العلاج الشركة بتقول له كلمة من 3. هيبان عندكم على الشاشة دلوقتي، هتقول له ديناي أو ديفند أو ديبوز. ال3 كلمات دول تخيلوا لقوهم مكتوبين على الكفر بتاع الطلقات. هو بعد ما حط الطلقات في المسدس، كل طلقة بقى ليها كفر، فهو حفر على الكفرات ديت ال3 كلمات دول. فالولد متضايق جدا من شركات الانشورنس ان هي مش بتقوم بدورها في خدمة الناس، وان دايما بيعطلوا مصالح الناس. تخيلوا واحد عاوز علاج بقى بعشرات الالوف من الدولارات، الشركة تقول له لا احنا مش هندفع لك، احنا محتاجين نعمل شوية تحريات، لا انت العلاج دوت اخدته بالغلط، احنا مش مسؤولين عنه. فالناس تلاقي نفسها بتدفع اشتراكات كتيرة للتأمين الصحي، وفي النهاية وقت ما بيحتاجوه مش بيلاقوا الخدمة الوافية. وللأسف كتير من أصحاب الCEO أو أصحاب مراكز الCEO في الشركات دي بيبقى همهم إن الشركة تكسب على حساب أي حاجة تانية. فبالتالي أعضاء الناس المشتركين في خدمة الشركة ديت ما بيلاقوش العناية اللي يستحقوها. من هنا غضب لويجي من شركات التأمين الصحي، وده يمثل غضب ناس كتيرة في أمريكا من شركات التأمين الصحي. هقول بسرعة بس معلومة عن التأمين الصحي. التأمين الصحي هنا اشتراكه غالي جدا كل شهر، ولو انت شغال في شركة فالشركة بتشترك لك في التأمين الصحي، بتدفع انت جزء قليل من مرتبك والشركة بتحمل الجزء الأكبر. لو انت بقى صاحب بيزنس وشغال حر نفسك، بتشتري التأمين الصحي، بتدفع ميزانية كبيرة من دخلك تأمين صحي ليك ولمراتك ولولادك، فده بياخد جزء كبير من البادجت أو ميزانية الأسرة الأمريكية. لكن كل ده بيحصل علشان وقت ما تحتاجه تلاقيه. ايه رأيكم بقى انك وقت ما تحتاج التأمين الصحي تلاقيه بيتعبك، مش بيرد عليك بسرعة، بيضيع وقت، بيتهرب من المسؤولية انه يدفع ويتحمل تكاليف العلاج، او يقول لك انت ما تروحش هنا روح هنا، لا انت ما ينفعش تاخد كذا تاخد كذا. فطبعا دي بتضايق كتير من افراد الشعب الامريكي. فالولد هنا عبر عن غضب الامريكان بس بطريقة انا شايفها انها غلط. راح قتل واحد رئيس مجلس ادارة شركة من اكبر الشركات التأمين الصحي في امريكا، وضربه من ظهره زي ما شفت في اول صورة. طب ايه اللي حصل بعدها بقى؟ اللي حصل بعدها هتشوفوا الصور دلوقتي. بقى يلزقوا على الحيطان في الولايات صور الCEOs بتوع الشركات، ويحطوا صورتهم ويكتبوا عليها وونتد، مطلوبين ان هم كمان يتم التخلص منهم. وكمان هتشوفوا الصورة دلوقتي برضو منتشرة على السوشيال ميديا، بيقول لك one less CEO، يعني الCEO رؤساء مجالس الإدارات شركات التأمين خسروا واحد، يقصدوا هنا براين تومسون اللي اتقتل، لكن جنبها مكتوب قدامك اهو many more to go، لكن محتاجين نتخلص من المزيد منهم. فقد كده ان الناس مش متعاطفة مع المجني عليه او اللي اتقتل. فمن هنا تأتي غرابة القضية، ان المجتمع والشعب متعاطف مع القاتل، وتحول لبطل قومي ان هو كأنه بيعبر عن غضب الشعب الامريكي في تصرفه دوت. وهوريكم حاجة غريبة جدا دلوقتي هتشوفوها على الشاشة. الجاكيت اللي كان لابسه الناس مش لاقينه، خلاص خلص من المحلات. بيقولوا الجاكيت بتاعه اتاخد من على كل الرفوف من المحلات وطار واختفى من السوق من كتر الناس ما بتدور عليه، مش لاقيه دلوقتي كمان. عشان كده اتحول لبطل شعبي. حتى الجاكيت اللي كان لابسه في الحادثة الناس بتحب تلبسه. كمان في كتاب عنوانه هو اصلا ال3 كلمات اللي هو كتبها على ال3 طلقات اللي ضربهم. فالكتاب دوت برضه هتشوفوا الصورة على الشاشة. الكتاب دوت بقى من اكثر الكتب مبيعا بعد ما كان كتاب عادي في السوق. والكتاب ده بيتكلم عن شركات التأمين وازاي هي بتتعب الناس. بقى الكتاب ده هو الاكثر مبيعا.
كمان في واحدة من سكان ولاية فلوريدا عندي هنا، الست بتتصل بشركة الانشورنس بتاعتها، برضو تعبوها ومش ماشيين معاها كويس في انهم يغطوا نفقات العلاج بتاعتها، قامت مستخدمة الثلاث كلمات اللي كتبهم القاتل لويجي على الطلقات بتاعته. فهنا في ولاية فلوريدا الشركة رفعت عليها قضية، وبقت متهمة دلوقتي هي بان هي عاملة تهديد لشركة تأمين صحي، وعن طريق استخدامها كلمات القاتل للسي او اللي هو الشاب اللي اسمه لويجي اللي قتل براين تومسون. فاخر بقى حاجه حابب اقولها لكم كمان غريبه قوي، هنا اتدخل على طول الرئيس ترامب. انا بحبه صراحه الراجل ده عشان ما بيسكتش ودايما صريح، وبيتكلم في اي موضوع بحريه مطلقه وحاضر ورأيه مؤثر ومسموع. هو بيقول ايه بقى ترامب؟ بيقول ترامب ان هو مستغرب جدا ان قدامك على الشاشة اهي، ان هو آه، مستغرب جدا من ان في مشاعر مختلطة في حادثة قتل براين تومسون، وان بدل الناس ما يتعاطفوا مع الفيكتيم الضحية اللي اتقتل، الناس متعاطفة مع اللي كان معاه الجن اللي هو الشاب اللي اسمه لويجي. فطبعا بيقول ده شيء فظيع، وده شيء ده الولد اتقتل على براين تومسون، ده اتقتل بدم بارد، وان ده شيء فظيع القتل دوت، وان الناس اللي بتحب او تتعاطف مع واحد قاتل ده حاجة تدعو الى المرض، دي ناس مش طبيعية. انا هنا مش هقول رأيي انا مع تعاطف الشعب الامريكي مع القاتل ولا المفروض يتعاطفوا مع المقتول. انا هسيب لكم انتوا التعليقات، اتمنى تسيبوا لي التعليقات تحت، ما تنسوش ان تعليقاتكم مهمه جدا، بقراها كلها. واشكركم على مشاهدتكم الفيديو، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير. ما تنسوش تستمتعوا دايما بحياتكم. سلام.